الشرع ينفع فيه تصويت؟ سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر بيقول إيه؟ إذا استفتت الدولة الشعب فأن تجعل ميراث الذكر مثل الأنثى، ووافق الشعب، فيحق للدولة أن تغير القوانين بتسامح شعبي، وهذا لا يرفضه الإسلام. لا اجتهاد مع نص، ده اجتهاد مع نص. ونص القرآن الكريم بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وللذكر مثل حظ الأنثيين. ده قرآن وحكم شرعي من أحكام المواريث، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه. فمش هنيجي إحنا النهاردة نفتكس ونألف ونقول يا رب إحنا مش عاجبنا أحكام القرآن، مش عاجبنا يا رب إن هنقعد مع بعضينا قعدة عرب كده ونشوف إحنا هنوافق على الكلام ده ولا لأ. ده اسمه فجر، اللي إحنا بنعمله اسمه فجر وفجور. دي قلة أدب وتبجح مع ربنا. من نفس المنطلق ده، ما إحنا ممكن بقى نعمل إيه بقى؟ نقول إيه بقى؟ نعمل استفتاء شعبي. نصلي ولا ما نصليش؟ نصوم ولا ما نصومش؟ نزكي ولا ما نزكيش؟ نسرق ولا ما نسرقش؟ نشرب خمر ولا ما نشربش؟ نزني ولا ما نزنيش؟ من تحت حاجات كتير بقى. ما كل دي أحكام ربنا في القرآن الكريم، أحكامه علينا نعمل إيه وما نعملش إيه. هننقي إحنا بقى اللي على هوانا ونقول إيه اللي يعجبنا وإيه اللي ما يعجبناش؟ إحنا وش بينا الأمر إن إحنا هنتبجح مع ربنا؟ يعني إيه عايزين تاخدوا القوانين عايزين تاخدوا الأحكام الشرعية وآيات الأحكام عشان تعملوا عليها استفتاء نعملها ولا ما نعملهاش؟ إيه ده؟ الشخص ده لازم يسأل ويحاسب ويحول للتحقيق بتهمة ازدراء الأديان والعبث بالأديان. ده لازم يسأل. الفتاوى والكلام الفاضي والمسخرة وقلة الأدب دي لازم يكون ليها تصدي. ما ينفعش العبث مع آيات الله وكتابه. احنا اتخلقنا اللي ربنا سبحانه وتعالى قايله في كتابه نعمله، واللي حلله نعمله، واللي حرمه ما نعملوش. كل ان احنا نبقى عاصيين وارد ان الانسان الشيطان يضحك عليه، لكن ما يبقاش عاصي وبجح وفخور بمعصيتك وتتبجح مع الله، بل بالعكس تطلب منه العون، تستغفره: يا رب اهديني، يا رب ردني اليك ردا سالما. لكن نبقى بجحة. هننقي من القرآن الكريم نعمل ايه وما نعملش ايه؟ هنعمل زي الكفار آمنوا ببعض وكذبوا ببعض؟ هننقي اللي على هوانا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك: وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى، هو ده الهوى. الهوى اللي احنا عايزين نعمله. يلا يا جماعة مش عاجبنا الكلام ده، نقعد مع بعض كده ونختار ونكتب بقى ونطلع قوانين. طب ما هو الشرع بيقول كذا والقرآن بيقول كذا. المواريث دي ليها أحكام. أي حاجة في الدنيا ليها أحكامها وليها ثوابها وليها عقابها. لا لا لا، احنا هنسأل بعض كده يعني ينفع ولا ما ينفعش بالتراضي كده يا جماعة. طب وشرع ربنا؟ لا، احنا هنمشيها بالتراضي. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. السلام عليكم.